اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون. عسى مرحبا بكم في نهار جديد برا جديدة. اليوم شرط برتنا باش تكون برتين اللي هي الهريسة العربي وسبقت وحضرناها مع بعضنا، والفلفل المهروش. ناخذ الفلفل متاعنا وننظفوه بالطريقة هذه كما نجم ونغسلوه، أما نتأكدوا كونه نشفناه بالباهي من داخل ومن برا. ولهنا مسحته خاطر كما تشوفوا الفلفل هنا نظيف متاعنا. كما قلت اللي يحب يغسلو ولقى فيه هكا طريف غبرة ينجم يشيحوه كان في شمس ولا في كوش على درجة حرارة 50 درجة. المهم نتأكدوا كونه جف بالباهي. رحيته في الماكينة هذه هروشته، مغرفة صغيرة ملح وشوية زيت زيتونة اللي باش تسهل عملية الخلط، ما باش نغرقوه بالزيت. نحنا نعبيو في دبابز معقمة يكونوا شايحين، وحطيتو ريقة رند من الفوق. ولهنا باش نحضروا الهريسة العربي سبقنا وحضرناها مع بعضنا. على كيلو فلفل ناخذه بماء دافي نغسلوه ونخليوه يستقطر بالباهي، كان في كسكاس ولا حتى تنجموا تفرشوه على منديلة. المهم نخليوه يجف بطبيعة، مش يجف يعني حتى يشيح. حشتنا بيه يستقطر من الماء متاعو، نرحيوه الرحية الأولى وفي الثانية نزيدوه ثوم. تقريبا كمية الثوم هي 150 جرام 200 جرام. تنجموا تنحيو النواة متاع الثوم البرعم الداخلاني اللي يتقلق من القوة متاع الثوم. سبقت وعملتها معاكم في مونة الثوم هذية. نفوحوها بمغرفتين تابل وكروية، الملح حسب الذوق، أما تنجموا تستعملوا تقريبا 3-4 مغارف اللي هما 80 جرام، معاهم كويس زيت زيتونة اللي هما تقريبا 200 ملي. وكما تشوفوا ما صبرتش عليها طول ما شاء الله عملت بها ساندويتش. الهريسة العربي نلقاوها في برشا وصفات وزاد حتى الفلفل المهروش. وهذه كانت برتنا اليوم. اللي عنده سؤال نجم يسألني مرحبا بكم. ما بقى كان نقولكم في دبار أخرى وبسلامة.